عزيزي المشاهد، زي ما الحضارة المصرية تركت لينا قسط كبير من العلوم والمعرفة، برضو سابت لينا إرث كبير من الأساطير بعدها المقصود منه التأديب والتهذيب، وبعضه بغرض التحذير. واحنا النهاردة هنتكلم عن أساطير مصرية قديمة الأكثر رعبا. ثعبان النيل. نهر النيل ما كانش فقط مصدر الحياة عند المصريين القدماء، ولكن أيضا مصدر للغموض والخطر. الأسطورة بتقول هناك إله بدائي اسمه أبيب أو أيوفيس، وهو يمثل الفوضى والدمار، ويكمن في أعماق نهر النيل. ومع غروب الشمس كل يوم الإله را يبدأ رحلته للعالم السفلي، فيتعرض له أبيب ويحاول التهامه ومنع شروق يوم جديد. عشان كده بتتجمع جميع الآلهة لمحاربة ثعبان النيل، واللي بيبقوا بقيادة الإله ست. وطبعا بتبقى النتيجة هزيمة أبيب وولادة يوم جديد. عشان كده قدماء المصريين أخدوا على عاتقهم تلاوة التعاويذ لمساعدة الإله في حربهم. الأسطورة دي كانت متغلغلة في المجتمع كله، من النبلاء حتى العامة، حتى الصيادون والبحارة كانوا لازم يقدموا التضحيات للثعبان حتى يضمنوا المرور الآمن، ده غير الخصائص السحرية اللي في سم الثعبان. شيطان الصحراء، مخلوق الظلام والفوضى، خادم الإله ست. طب ازاي؟ مش هو نفس الإله اللي كان بيقاتل الثعبان؟ أيوة هو، بس طبيعة هذه الإله إنه متقلب، لا يمكن التنبؤ بأفعاله. وتم وصف هذا الشيطان إنه شخصية شاهقة بعيون حمراء محترقة وجسم مغطى بالقشور، وعنده مخالب وأنياب حادة تمزق اللحم والعظم، وبيتجول في الأراضي المقفرة للبحث عن مسافرين مطمئنين، ويخرج من الرمال فجأة مع هدير يصيب بالخوف، ده غير وجوده اللي مالي المكان ضلمة. وعنده قدرات خاصة زي تحريك العواصف الرملية اللي بتخترق الفريسة وبتمزقها، والسيطرة على عقول الضحايا، ويوريهم كوابيس كفيلة تدفعهم للجنون. تحكي الأساطير عن محاربين شجعان حاولوا يهزموا الشيطان الصحراء، بس قليل منهم اللي نجح، وكان عنده الطريقة الوحيدة هو امتلاك قلب شجاع نقي. مخلوقات الظل في العالم السفلي، وهي تجسد الظلام والفوضى، والبعض يعتقد انهم خدم لأنوبيس وحراس الارواح المتوفية. الاساطير بتقول ان بمجرد خروج الروح بتخوض رحلة شاقة في العالم السفلي بسبب مخلوقات الظل اللي بتستنى النفوس الضعيفة عشان تنقض عليها وتسحبها للأعماق. وصف المخلوقات دي كانت على شكل شخصيات طويلة وهزيلة، ولها أطراف طويلة وعيون حمراء متوهجة، ولهم القدرة على تغيير أشكالهم. غذائهم الوحيد هو رعب الروح والطاقة السلبية، وطبعا هناك تعويذات حماية من هذه الكائنات وتماتم مكتوب عليها رموز وصلوات قوية بتستدعي الآلهة لصد هذه المخلوقات. عرافة العين الشريرة. القدماء المصريون كانوا بيؤمنوا بقوة العين الشريرة، والمقصود بها النظرة الحاقدة اللي يقدر أفراد معينين على توجيهها من خلال عينهم، ودي بتسبب كوارث زي فشل المحاصيل والعقم والمرض والموت. وعشان يحموا نفسهم من العين الشريرة استخدم المصريون التمائم والتعويذ، وأشهرهم عين حورس والمعروفة بعين وجد، وهي قادرة على صد العين الشريرة، وبيتم ارتدائها كقلادة أو تدمج مع المجوهرات، وساعات ترسم على الجدران والأبواب.
في أسطورة شهيرة للإله حتحور اللي كانت غضبانة من الناس وتحولت إلى إله سخمت ذات رأس الأسد، ونتيجة لغضبها أطلقت الطاعون وتسببت في موت ودمار. وعشان الإله تتوقف عن الدمار عملوا خطة لخداع حتحور، خلطوا لها البيرة مع لون أحمر وصنعوا مشروب يشبه الدم وسكبوه أمام حتحور وشربته، وأصبحت في حالة سكر ورجعت إلى شكلها اللطيف مثل حتحور. لعنة القطة السوداء. القطط في مصر القديمة في العموم كانت بتحظى باحترام لدرجة التقديس لاعتقادهم بامتلاكها قوة سحرية، وترتبط بالإله باستت إله المنزل والخصوبة والحماية. أما القطة السوداء فلها حكاية خاصة. في زمان ما كان هناك ساحر قوي معروف بسحره الأسود وقدرته على التحول إلى قطة سوداء. الناس كانت بتخاف من الساحر ده وبتتجنبه. الأسطورة كانت بتقول إن اللي يقابل القطة السوداء هيصاب بسلسلة من الأحداث المؤسفة، قد تكون مرض أو خراب مالي أو حتى موت، والطريقة الوحيدة للهروب من لعنتها هو استرضاء الساحر وطلب الرحمة، خوفا إن اللعنة تطولهم وتطول أسرهم. مطاردة معبد الكرنك واحدة من أكثر الحكايات المرعبة. كانت في عالمة آثار اسمها إيميليا كرست حياتها للكشف عن أسرار مصر القديمة، وفي يوم غامرت ودخلت المعبد وتعمقت في ممراته، وفجأة حست بشيء كامن في الضلمة، والهواء بقى تقيل ودرجة الحرارة انخفضت، وسمعت همسات بتتردد حواليها. وفجأة لقت نفسها في غرفة واسعة مزينة بالكتابة الهيروغليفية معقدة وتماثيل لآلهة منسية، ولقيت روح كاهن قديم كان وشه ما بين الغضب والحزن، وحذرها من اللعنة أصابت كثير من اللي عكروا صفو الأرض المقدسة. بس هي ما اهتمتش بالكلام ده، وكملت وكشفت عن نصوص ومخطوطات قديمة تخص طقوس يمارسها كهنة آمون رع، وللأسف هي قرأت النصوص دي ووقعت نفسها في اللعنة لا يمكن كسرها إلا بأداء طقوس التطهير، والطقوس دي لا تتم إلا بتضحية بروح نقية، ودي خطوة ما قدرتش تعملها، وفي النهاية أجبرت على ترك المعبد. سفينة الأشباح في نهر النيل. الأسطورة بتقول في الليالي المقمرة بتظهر سفينة شبحية من الضباب مأهولة بأرواح بحارة قدماء ماتوا في النيل، وأرواحهم مضطربة ومحكوم عليها بالإبحار للأبد. وأصل السفينة دي كانت في يوم تابعة لفرعون قوي سعى لغزو أرض جديدة، فأغضب الآلهة ولعنوه مع طاقم السفينة واتحكم عليهم بالإبحار لمدى الأبد. ممكن يحالفك الحظ وتشوفها لو كنت على ضفاف نهر النيل في وقت إبحارها مع مشاهدة الطاقم ذو العيون المجوفة والملابس الممزقة. أرواح دلتا النيل المفقودة. يقال إن الدلتا هي موطن الأرواح الضائعة محاصرة بين عالم الأحياء والأموات. زمان كان المعتقد إن الدلتا هي المكان اللي بتسافر فيه الأرواح بعد الموت مع إرشادات أنوبيس، والأرواح اللي تاهت ولم تجد طريقها تفضل هائمة في الدلتا، ولو صادف وجودك هناك في ليلة مقمرة يبقى ممكن تشوف شبح يتجول على ضفاف النيل. وفي قصة بتقول إن مجموعة من المزارعين اتهموا ظلم بالسرقة وأعدموا، فأرواحهم الغاضبة فضلت في الدلتا وعذبت أي حد بيعبر من طريقها. طاقم أوزوريس، والمقصود بيها عصا أوزوريس اللي بتملك قدرات سحرية هائلة، وحسب النصوص القديمة تم إنشاء العصا دي على يد الإله بتاح، واتعملت من أجود المواد،
وغمرها بطاقة إلهية. العصا من خشب الأبانوس ومزينة بنقوش وكتابات هيروغليفية بتحكي رحلة الروح عبر الحياة الأخرى. أوزوريس لما مسك العصا دي بقى قادر على قيادة أرواح الموتى. ولما قتل أوزوريس على يد ست شقيقه تم إخفاء العصا خوفا من وقوع القوة في يد الخطأ. عشان كده دفنت في أعماق مقبرة سرية بتعاويذ قوية وأفخاخ مميتة. تميمة الحماية. بعد كل الأساطير المرعبة اللي ذكرناها لابد أن نذكر التميمة ذو الخصائص السحرية، وكان بيرتب بها الأحياء والأموات كوسيلة حماية من الأرواح الشريرة واللعنات. التميمة عبارة عن قلادة صغيرة، وعادة بتكون يا ذهب أو فضة، مصممة بشكل معقد برموز وكتابات هيروغليفية محفورة على سطحه. وأكثر رمز شائع هو عين هورس، اعتقادا منهم لقدرتها على ردء الشر وجلب الحظ السعيد. رمز آخر يوجد على التميمة وهو العنخ، الرمز المصري القديم للحياة، ودي لامتلاكها قوى الحياة الأبدية. التميمة ما كانتش بتصد الأرواح الشريرة بس، ولكن أيضا بتصد الأمراض. في المتحف في عصرنا الحديث هناك نسخة طبق الأصل هذه التمائم. صحيح ملهاش خصائص سحرية، ولكن قيمتها بتكون تاريخية وثقافية. عزيزي المشاهد، قبل أي حاجة خليني أفكرك إن دي حضارة من 7000 سنة قبل نزول الإسلام ومجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبيعي جدا ما تكونش معتقداتهم متوافقة مع الدين الإسلامي. ولكن المهم إن الفتح الإسلامي لما وصل مصر دخلنا في دين الله أفواجا. عشان كده عزيزي المشاهد بسألك، عرفت